لو انتي من البنات اللي دايما بتحب الشيبينج وبترتاح عليه كوسيلة لإزالة الشعر، فالفيديو ده ليكي. هقولك على شوية نصايح وتريكات لو عملتيهم كويس جدا هترتاحي جدا، وفي نفس الوقت هيديكي نتيجة الواكس او الثريد. وحتى لو في بداية انبات الشعر برضه هيديكي النتيجة الهايلة دي. اول حاجة قبل ما نبتدي نعمل الإزالة هنبتدي نعمل سكراب. السكراب ده مهم جدا في ان هو بيطلع الشعر اللي تحت الجلد عشان تبتدي ان انت تعرفي تشيليه. هنعمل سكراب ازاي؟ هتجيبي اي سكراب انت بترتاحي عليه تعملي بيه، او تعملي في البيت السكراب بتاعك سكر وزيت زيتون، او سكر وقهوه وزيت زيتون. هنبتدي ان احنا نعمل السكراب كويس جدا على المنطقه اللي احنا هنزيل منها الشعر لمده دقيقتين كده على المنطقه، وبعد كده نبتدي ان احنا نجيب جل الصبار ندهنه على المكان اللي هنزيل فيه الشعر، او كريم مرطب انت بترتاحي عليه كويس جدا تدهني المنطقه دي كويس جدا، وتبتدي ان انت تعملي بالشيفنج بتاعك او بالمكنه بتاعتك. والتركية اللي هنا دي بقى اللي انا دايما بحب اعملها، ان احنا هنعمل اول مره في اتجاه الشعر، يعني مع اتجاه الشعر هنبتدي ان احنا نعمل كده مع اتجاه الشعر بتاعنا، وبعد كده نرجع تاني نعمل عكس اتجاه الشعر. النتيجه دي بتدي سوري، الحركه دي بتديكي نتيجه هايله جدا. والله العظيم بجد هتدعوا لي عليها، بس ركزوا بس في الكلام ده. هتعملي كده، وبعد كده هتبتدي ان انت طبعا خلاص تشطفي المنطقه بالميه الدافيه، وبعد كده تبتدي ان انت تحطي المرطب بتاعك اللي انت بترتاحي عليه. بجد هيديكي نتيجه ولا اروع، وهترتاحي جدا على الموضوع ده، ومش هيحصل اي التهاب ولا حكه ولا اي حاجه من الكلام اللي بيحصل ده. وكمان هيديكي نعومه فائقه. بس كده، ودمتم دايما حلوين وامارات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير. بحبكم. باي باي.